بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدث الهجرة النبوية الشريف، لا يمكن أن تجي الفرصة ثانية تعدي بلا ما نهضرت في الحدث، بلا ما نهضرت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في حدود الوقت المتاح، بلا ما نستفرد العبر والدروس والعظات من هذا الحدث العظيم. إذن مثلا الموضوع وسع الهجرة النبوية الشريفة. لا بد من تمهيد. مثلا خصان أكل مثلا الإسلام يريد مساعدة جديد، لا نوجد يمنا لا نوجد يكفر، لا نوجد إضواعا لا نوجد يعصان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول موحى إليه مرسل كسائر النبيين والمرسلين. رب سبحانه يقدر باش يتجلان قالوا خاتم النبيين والمرسلين يشجع تمشي عن القفليس يولد العقيدة واحدة، العقيدة ديوث مترجمة في قوله تعالى والله أحد. تجي اسم ناس العلماء أصل الأصول العقيدة التوحيد. يوكيس ربي سبحانه في سورة الأنبياء الآية 25 يدينا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن تجديد عقيدة التوحيد، العقيدة يتبين الأنبياء إمزورا يوكذيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذي السنة يوكذيت رب سبحانه في القرآن الكريم. العقيدة يتمثل غلالث عزيزة الدين ولاش يكسبوا مذان ذي الدنيا ثم الدين. معناه من الدين فيه خطر لابد من حل. هذه مقدمة للهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام إذ ريس الأذى المادي والمعنوي عيرات ناس الشاعر، ناس الساحر، الأسحار، ناس المجنون، وثنت ذاوي. أما تساند الصحابة إلى ليس أكن ملان كل الذين نطقوا بالتوحيد أوذوا في سبيل الله. أكن ملان الصحابة يعدف من الباطل، يعدف من المنكر، يعدف اللذة. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم وريقنا لك يترجل الأذى، ولكن يخطط، يبرمج، يتخذ الأسباب. كان ينشط في عالم الأسباب. أشحال هجرتك خدم من الهجرة الأولى الحبشة، التسنات، الطائف، طلبا لجدواهم لمساعدتهم، ولكن قابلوه بالقسوة، بالشدة، بالغلظة. معروف في مشوها مضيت على كل حكومة في الأول المدي وضع ومقارن بيعة العقبة الأولى. من بعد تجي من أسباب أو من مقدمات الهجرة بيعة العقبة الأولى. ذات تفاصيل تسد بيعة العقبة الثانية العام المقبل في موسم الحج بقيادة سفير الإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه ورضي الله عن جميع الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم إهجاد في وضع الدعوة الإسلامية المدينة المنورة قبل ديال النساء. وثاني من الأسباب التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم يصوت الدعوة عن طريق مصعب بن عمير، عن طريق السبعة ويا يقومون في بيعة العقبة الأولى، عن طريق 73 71 رجل واثنين زوج نساء امرأتان
ذي بيعة العقبة الثانية اللي كانوا حاضرين، والناس اللي كانوا حاضرين العباس وقد كان مشركا وثاني ذاك السعادة باش أيضا يسعد في البزام، يسعد في الحرمة، ذرقاز بوال، ذرقاز يسعد في البزام، يحضر المجلساكين سين من كبار الصحابة دور سن الحراسة والرقابة، أبو بكر الصديق بن عمر بن الخطاب. في غادي نغيب الأحداث أما ذي ظهران في مقدمات الهجرة، أما ذي ظهران في وقت الهجرة، أما ما بعد الهجرة أحداث عظيمة جدا وكثيرة لا يتسع المقام لشرحها. كل حاجة في ظهران بالتخطيط والسعى السر والسعى الحكمة والسعى الدروس. في بيعة العقبة الثانية ما كان 71 رجل زائد زوج نساء حاضرين بعد العقبة الثانية. النبي عليه الصلاة والسلام يخدم التمهيد، يزوال، يخدم المقدمات باش الناس الهجرة. الصحابة زوال النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة بإذنه هو روحا، ولكن يسير كالمدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر إذن ربه، يتراجع لافا الإذن ربي سبحانه باش يسيف الإذن اللي هاجر نتسا غالمدينة المنورة ودي يقيم تنسى النبي صلى الله عليه وسلم، يقيم أبو بكر الصديق أو آل محمد أو آل أبو بكر الصديق غير يقول البقية هجرا، لأنه كان هجرا بالتخبية الخالد بن الوليد، ماشي للتلفزيون الموصل، ماشي للزعامة، ماشي للشجاعة، ولكن هاجر سرا. عمر بن الخطاب هاجر جهرا، يروح ياخذ الطواف 7 أشواط حول الكعبة المشرفة، يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، وبعدين يسمي مهاجر إلى المدينة. إذا كان هاجر، هذا هاجر علنا يسفر ديكلاري تصرف بالغاشي الناس وين يبغان، يعني يسلو في الناس الماس وادي جنطوزيس وادي وجه وراوي سيدي قابل ديال الواد والواد اللي بجوار مكة. في كذا ساعة تعليقات اسمها ديني ونها ترى عمر بن الخطاب يسعى الشجاعة أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب لا. ترى خالد بن الوليد يخص الشجاعة حينما هاجر سرا. الجواب لا، ولكن كل يولي حكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر سرا لأنه نبي معلم مرسل مرشد موجه يقتدى به، فبالتالي يعلمنا اتخاذ الأسباب. المهم تجاوز كثير من المحطات يا إخواني الكرام، تجي مجرد تذكير فقط. إذا سيسي ربي سبحانه باش يفكيس الإذن باش اللي هاجر. أبو بكر الصديق يتراجع هذه اللحظة الحاسمة، يتراجع ناس من اللي أثيت الصفرح النبي صلى الله عليه وسلم أسيدي أتهاجر إيدي، يروح ورس نهار بزاف يطيج إيوا يشمر ورس إناس يا أبا بكر ربي يفكيد الإذن بالهجرة. زينا مباشرة أبو بكر الصديق يتراجع اللحظة الحاسمة، إن يس الصحبة يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يجاوب في الناس الصحبة، يعني يقبل الصحبة يس. في اللحظة اللي استقبل فيها الخبر وريخ المال لم يتردد، خاطر يتراجعوا دقيقة ياكي غلاين الناس يا رسول الله الصحبة أبي لغيك ذا مدول ذا رفيق ذي الهجرة ينكس في مكة المدينة المنورة. النبي عليه الصلاة والسلام الناس الصحبة يعني يقفلت أذيلي الصاحب ينس في هذه الهجرة الخالية. طيب ذاكي ذا بعد التخطيط وايض ذاكي أماكن القرن يعني التخطيط الدقيق في هذه اللحظة الحاسمة، خاطر يظني إلى طريقة سيمكة أيضا خاطر كبار قريش يمقران قريش إجماعا في دار الندوة خدمنا صوملي جنرال أتخطيطا أكرا خدمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسقار النظام وسقار السفران وسقار الشدام الدنفور كل واش سقار. المهم في الأخير مسفهاما 11 خاصة قرانا السيسم أبي بن خلف، السيسم أمية بن خلف، السيسم أبو جهل، السيسم أبو لهب، 11 من أكابر قريش
إمقرانا لبون إمقرانا أمسفهانا باللي آثن غنذ كيغني، ولكن كما قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إثنية تخطيطا أمثال تخبر ربي تخبر. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب خطط فتخطيطه مسدد بالوحي، مسدد بالوحي وبرعاية الله عز وجل. ذا شو اللي تخطيط يخدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتصل تمثال منها ثمزواروث إلياس بن بكر الصديق أنفق ليلا الخروج أو الهجرة ليلا من مكة إلى جوارها إلى الغار. دقس نسميه من الدار إلى الغار، من الدار إلى الغار. غار ثور، غار ثور، غار حراء يسيد ينزل الوحي سنزورو، ولكن غاراكي إذا يروح النبي صلى الله عليه وسلم باش يكمل الهجرة إلى المدينة المنورة يسمي صغار ثور. التخطيط إذن تصل المعالم التسعة مع المزورو الخروج ليلا، وقارن الليل ستار آمن، الليل ستار آمن لتسرى كير. نقطة في الثلاث علي بن أبي طالب إنه ستقيم بكاني أتوصل بكاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تمويها من الكفار، وكذلك كان مكلفا بمهمة يسال الميسيون. ذا شو لا ميسيون علي بن أبي طالب الودائع اللي أكن قارن العلماء علماء السيرة نم وين يسعى لمانا غلاين أسيج رفاس النبي صلى الله عليه وسلم غسلوا من ناس تسقر ماشي تيز النبي، ولكن الزران يسعى الأمانة، الزران تذباب التيلز السمانة الصادق الأمين، وكيقبل أذي ورد الرسول قبل البعثة كان يلقب بالصادق الأمين. فكان ثلاث الصفات خاطر يستهدف الصادق ذا التيلز ذا البواب، الأمين وين يحرز الأمانة ماشي وين تضيع الأمانة، وين يسعى أين غلايين جات رفاس النبي صلى الله عليه وسلم وانت لقد سير الأمانة أتسير لفافيس إي مولانيس إجاب علي بن أبي طالب بن كانيس لتمويها، وكذلك الهدف والسن باش يدير الأمانة للمشركين المكة. كذلك أسماء ذات النطاقين اسم بكر الصديق التزمت قبل باش تساوي المؤونة تموين، تساوي الزاد الطعام والماء الغذاء والماء. النبي صلى الله عليه وسلم بكر الصديق بغار خاطر قيمة 3 وضان، ماشي يروح نكاد نسي الغار كيف خاطي قيمة 3 وضان أدرك أيضا قيمة 3 وضان. زيد عبد الله بن أبي بكر الصديق يعني ممكن آل الصديقة يعني شهدا مش نظلا مش شركا في هذا الحدث العظيم اللي هو حدث الهجرة النبوية الشريفة. ذا شو الدور ينس أسي نسوي الأخبار، أخبار قريش أشو الدور أشو تسلسلين أشو تخطيطا أسي نسوي المعلومات، والمعلومات معروفة باسما ولا ثورة. من قرن من يملك المعلومة يملك القوة. مسألة لي دوني أتطفل لا ديسيزيون يجرزن يمساوى لي دوني والو مع الملك والو ممكن تغلط. فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الأسباب. عبد الله بن بكر الصديق يتسوي يسند الأخبار يوميا إلى ذا غواية يتوهجات الرحلة بعد 3 أيام اسميس عبد الله بن أريقط واقي ذا مشرك، ذا مشرك ماشي ذي سلم، ولكنه خبير ذا مسناو، خبير بمسالك الصحراء، خبير بطرقاتها وبشعابها، ذيونيلا ذا مسناو اكسبير ذي كفرنا يعني لو جماعة الخير ولاش تسيك جي بي اس فرصافي لما قال جي بي اس اش غادي يضرب تقول لنا جي بي اس وقيله يبقى واحد صح بالك يخرجوك
الله شي ست بروغرامي غنزارك يوم بروغرامي كان يسال درس داخل يزرع اكيد يروح هذا هو طاقوش هذا تبغى تصمت ذا تولدت المعالم بلاد الأوروبية اللي فردان ساعة مروات وباب زي خاطئ الصحراء أرسل الصحراء تحوجت الدليل أكيد أن إكسبير أمرسنا النبي صلى الله عليه وسلم يهكثي استأجار إثبات لي عجبا ذي النبي ذي الرسول يروح يقول ذا مشرك ما كاينش مشكل مادام ستان إكسبير ربي القرآن الكريم يناد ولا ينبئك مثل خبير ولكن تفكر الخبار الصحان ثمسني صحان الإكسبير خبير إلى هذه الآية النظام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر معنى السبيسياليست أهل التخصص كل يولد المجالس يناد ربي ذي الآية النظام يناد ولا ينبئك مثل خبير فاسأل به خبيرا شحال آيات تيوسان في القرآن باش نغدفك نتا مسلمين أن سوغاد لي زيكسبير ماشي ركض كان في الحوض كان خاطئ إلى قبل يتخذ الأسباب ونبينا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا العليا كما سمعت عبد الله بن أريكة هو قد ضريس يهجد ويضر النظام اسم سعانر بن فهيرة وكذا يكسب بلغ أبو بكر الصديق الدورينس يمحو الأثر يلحو النبي صلى الله عليه وسلم الصديق غتسير في عيث سلمان باش ولاش لا يقول الأثر خاطر زيد دار لي زيسبير مش كيدفع الأثر الجرام وضار نقاط القبيلي الجرام وضار الأثنية وفي دفع الأطفال تجي كلها من الأسباب إثبات ديني وليخذ النبي الرسول أن يدعو كان ربات الصلاة أنا عامل يزمر في صلاة الإسلام أن يدعو ربي سبحانه واسدفك البراق أما كنيستيفك في رحلة الإسراء والمعراج الرحلة الأرضية والرحلة السماوية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عن طريق البراق في لمح البصر اليوم يزمر أذكر بأسباب أخرى ولكن هو نبي بشر رسول بشر يستحفظ أم يبغى في بلاد أم يتخذ الأسباب حتى وهو يعلم علم اليقين بأنه مؤيد بالله عز وجل أنشئ الإنصاف ربي لم يهمل اتخاذ الأسباب. طيب يهكذا كنت في صلى الله عليه وسلم كل شوية يكون إنصاف ضد ساعة الصفر نقال لحظة من الخروج يفرض النبي صلى الله عليه وسلم الخميس علي بن ابي طالب يجي الكنيس يروح سخان البكر الصديق فغنيسي لسن انسفغان من خوخة ابي بكر فسيقول واحد يقول سخان ربي شرط رحمك المثل بلا استثناء اتوظل ما عندكش من باب السلام ماشي فيه حشويه غير الزاد ثبوت مزور الخاطئ في سنة الخاطئ في ثلاثة سنت يمغار من الدين اسمي خوخة بكر الصديق أتصل شوي خوخاياكي تسابوث يسوفوغن سيد الفير يسعى سنة بورا يوث قرن الجامع يوث فيه قرن السنة ورنا ثبوت طبرانيث تجيب اسم الخوخات بكر الصديق ذينا أطاس العلماء والمشايخ وبزرنا في القميس اللي تغيمين يتظلان ماشي كانت تزال في الروضة الشريفة وكذا مفهوم ثلا زي طبعا الروضة المدينة ثلا ثاكي في ثلا في المدينة المنورة يسعات بكر الصديق في مكة المكرمة يسعات لكن ساعة الخوخات لكن لا الخوخة إذا تقرب باب السلام في مكان المكرمة تقرب باب السلام خاطر كل حاجة مازال الأثر ينس بين قوسين أتفق مثلا كي نفرد باب بني شيبة شوف بني شيبة ذو كان أذو ما يسعى مازال ساعة ده شو مازال ساعة فسالوس من الكعبة مازال تسهري فسلس فسالوس من الكعبة
مازال تجري فاسد بذنوب النيل. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من المدينة إلى مكة فاتحا فتح مكة المكرمة يظل تسالت دار بني شيبة بين السيد أسمت سيدي ولدي ثبوت الكعبة وبني إلى آخره. العباس يسعى السقاية يبغى يدير مثالي الفضل واحد كيف كان سيدي صلى الله عليه وسلم. هذا نزلت الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. غير يسير عباس عميس إذا سويت كم تساوي سنين يفكى السيد يسا غير بارس ثقيل جري فاسا بني شيبة أسا يبغى تسير من الكعبة أفضل في التسالس الملك شخصيا الحاشية يجلس أفضل في التسالس أسن سيد فكان هذا الدين ثبوت الكعبة بالأساس ديال الناس المسلوكة إلى آخره هذا التسالس. وتسالس محفوظة سعي من الحل زكني يسوي السفليس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا السمسة الآية مكتوبة. خوخة بكر الصديق يسعى لمكة المكرمة ثبوت برا بخامس يسعى ثبوت برا بخامس للمدينة المنورة يفضل سي مكة المكرمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفضل سي بخامس يروح بكر الصديق دي مكة أسير البابا فرنسي خوخة بكر الصديق قريبا من باب السلام. الفرنسيين مباشرة إلى غار ثور وكين ذاتران إلى ذلك اسم الغار اسمي بغنا داخل بكر الصديق زوار فيها تفاصيل دقيقة زوار ماشي يزرم كان مثلا يزرمان مثلا إلى آخره. من بعد يكشف النبي صلى الله عليه وسلم كان 3 أيام المشركون بغنا الميزان كان سبحان الله. ولكن يكشف العناية سيدي ربي سبحانه يناسب في صلى الله عليه وسلم يشير يتخذ الأسباب ولكن ثلاث يسمى مسبب الأسباب ومعطل الأسباب ربي سبحانه جل جلاله. يصرف ربي سبحانه بظن الكفار المشركين يوظنان بذيمين الغار ساقموش بالغار بكر الصديق أشو سينا كما ورد في السيار يا رسول الله لو كان يونس سيسنا يولي يريد غارنيس إلى قدمي وبين قدميه حسب تعدد الروايات إن يصدر أنا يبضع ذلك لو كان هذه خسارة يولي يريد غارنيس غديوالي. ولكن يصرف ربي سبحانه يسخط ربي العنكبوت خلق الناس يجي الناس إلى آخره. بعد الناس بكر الصديق يا رسول الله يا رسول الله إن يسلك ديواني ويريد غارنيس ديواني إن يسق المبالغ في الله فالرسول خطر مصير الرسالة مرتبطة بمصير الرسول صلى الله عليه وسلم. إن يسير أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. إن يسير بكر كنا قلنا غذيسين ربي بسلام يعني ثالثنا إن يشور حتسلالا ربي الثالثنا. وصدق الإمام ابن عطاء الله السكن رحمه الله الإمام من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد. لا تحزن إن الله معنا رب ثالثنا. إذا غاث نزلت الآية رقم 40 من سورة التوبة. الآية رقم 40 من سورة التوبة أن تقضي رب سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وربي أكد ذلك في آية أخرى ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا مثلا رب سبحانه يصرف صلى الله عليه وسلم بكر الصديق على مدار 3 أيام. قسمي أسماء ذات النطاقين تساوي القوس وربما أنها كانت حاملا في شهرها السابع كما يقول أصحاب السير 3 يقولوا السبعة ولاش ولا يشك ديكس بالليل ستتبع الخير. ولكن الله يبارك في بشرف المشاركة في هذه الهجرة وخدمة خير المهاجرين
النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، وكذلك عبد الله بن أبي بكر الصديق يسوي الأخبار والمعلومات، هدأ كل شيء. أسمي في الأخبار زي قريش يأسوا ويسن وكلوا في نارا ويسن السيون ذينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ينطلق كان بالاثنين يوم الاثنين ليلا إفا نساء أبو بكر الصديق الصغار في اتجاه المدينة رفقة الدليل لكيد نسن عبد الله بن أراقات. أجمعة الخير صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وغير يتوسمن معروف باش تروحوا سي مكة المدينة أذري يتوسم شمال مكة، أذري شمال مكة ذا يتوسم قوافل التجار أكملنا سلمت وفري ذلك يتوسم ذا يتوسم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إن يسلت العذري ذواير أمروح جنوب مكة تقريبا طريق مخالف تماما جنوب مكة، يعني أذري ديران اليمن، أذري ديران اليمن. بالمناسبة الركن اليمني ذا ساعة مشاوز قبل الزاوية الحجر الأسود والحجر الأسعد إلى بقى الركن اليماني لنغ اليمن هكا، من بعد الحجر الأسود، من بعد الركن العراقي، من بعد الزاوية ثانية الركن الشامي. كل حاجة ساعة مشاوزين ساعة ذلك يا جماعة الخير لازم قراءة السيرة، لازم نقرأ السيرة في صلى الله عليه وسلم. وما كاينش سيرة عظيم من عظماء الدنيا عرفت كما عرفت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أكملنا يعني ساعة شهر قرون ولاش السيرة توسل أون ديتايز تفاصيل أم السيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طواف الزرع سي كان روك اليمني وخلاص هذه كذا ربنا اتي الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. كل حاجه ساعه مشاوسي الساعه السيري الساعه العباري نس الى اخره. الركن اللي قبل الحجر الاسود اسمه الركن اليماني، الركن ديوسان نبدا بالحجر الاسود، وبعدين الزاويه تيسر 4 في 3 الركن العراقي، الزاويه تيسر 4 اسمه الركن الشامي. لذلك يا جماعه الخير يدفع النبي صلى الله عليه وسلم اذري ديال غتجان اليمن جنوب مكه ماشي ذا ذريد يتوسل عند التجار عند قريش. وثقي من التخطيط الحكيم الرشيد للنبي عليه الصلاة والسلام. المهم لا أحداث لا يتسع المقام اللي حصلت في طريق الهجرة إن شاء الله ستكون فرصة الحديث عنها من خلال تفسير القرآن الكريم سنعود إليه إن شاء الله تعالى، خاطر هناك آيات وضحت كثير من مسائل الهجرة سنعود إليه إن شاء الله في مستقبل الأيام. أني بض النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء بعد كان شحال دابت الهجرة ماشي في الكار، ماشي في الكار، ماشي في طوطو طاكسي، ماشي في المشيت، ماشي 4 أيام. 4 أيام جماعة الخير ماشي حاجة بسيطة. صافي يخدم الحساب يرن كان المدينة تقريبا 450 كيلومتر، وصلنا في 4 السلطة الحساب تقريبا 112 كيلومتر يوميا 24 ساعة. باش نظهر بمسألة بسيطة ماشي بسيطة، مسألة عظيمة جدا. فيا جماعة الخير في الختام أدلفك خلاصات. الخلاصة الأولى تنزولوث صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر الصحابة الكرام على الأذى في سبيل عقيدة التوحيد. الخلاصة الأولى نتساي الصبر خاطر الناس ربي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل يصبر، والصحابة صبرا رجال ونساء على الأذى باستنظار لقريش. الحكمة في السنة الدرس في السين اتخاذ الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب بلانيفي كيرون الأدلة. أنا نروح ذكر، أنا نكبويت دليل الجيد، أما يسير كذلك عامر بن فهيرة ذلك راعي على الغنم، كذلك أسماء ذات النطاقين، وكذلك دور علي بن أبي طالب الشاب يمشي كذلك مرة داخل التخطيط. وقبل ذلك مقدمات الهجرة، بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، وصول الدعوة إلى المدينة المنورة، هيأ كل الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الأسباب. لكن درس بالسين درس كبير ب19 فروع. الدرس بالثلاثة الهجرة لم تكن هروبا ولكن كانت حفاظا على العقيدة،
هروبا بالدعوة، هروبا أو إنقاذا للعقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم يهوجر الصحابة باش الحرزن عقيدة التوحيد بعد ما بذلوا الغالي والنفيس في سبيل العقيدة، ثم يسد الوقت باش يفروا بالعقيدة من مكة إلى مكان آمن اسم المدينة المنورة، يثرب تسمى قبل ذلك يثرب، وبعد ذلك تسمى المدينة المنورة من أول يوم الهجرة. إذن التضحية من أجل العقيدة والفرار بعقيدة التوحيد. الدرس بسرعة التضحية كلهم ضحوا. أمد علي بن أبي طالب ضحى بروحه، أمد أسماء، أمد عبد الله بن بكر الصديق، أمد بكر الصديق، أمد الصحابة وجو ضحوا كذلك بالمال والولد. الجندري إنسان، الجن الوطن إنسان، الجندري إنسان. أيضا خطر ذي الميزان إذا كان هناك تعارض بين العقيدة وبين الدنيا فلا معنى للدنيا أمام العقيدة. الواجب هو المحافظة على العقيدة والفرار بالعقيدة. ما مخالف نرى الله يبارك صافي جان الوطن، جان ثمود، جان دريا، جان تريكا، جان كل شيء على جال باش الحفظ في العقيدة. وهذا لون عظيم من ألوان التضحية والفداء. ثقيل الدرس بس 4. الدرس بس 5 مهم جدا. عناية الله مع تروما من الأسباب متخذة، ولكن ما ننساش عناية الله عز وجل. دليل سلامة الآية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فإن الله معنا. بعدين الناس سبحانه فأنزل الله سكينته عليه وأيده، مثلا تأييد الله وأيده بجنود لم تروا. معنى عناية الله كانت حاضرة. سيدي ربي لا يجلس الرجال النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق بعدما اتخذه الأسباب نسيخ المشو بيسبب إلا عبد يتحبير ربي يتصدبير. أسمي بخ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة زرا مشو زرا كيف استقبله الأنصار هي يتمثل في كاس ربي ذا الفضل ذا القرآن. أما كيف كان الفضل المهاجرين يفكى ذا الفضل الأنصار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. يرزقك ماس يا ربثك ماس يا المهاجرين أبذل الأنصار. والأنصار يفكى ذا ربي في آيات كثيرة، منها آية عجيبة ربما كثير من الناس يغفلوا عليها حتى كي يقرأوها يمدنا يحبون من هاجر إليهم. الآية دي تحوج درس كامل. خاطر يزبر اسمح فيه هذه اللي يولد غريب هذه هاجر الغرمة، هذه هوجر الغرمة أسيدي أتش سو الطص ولا شو كيف خصم فكيف لها. ولكن نيفو عدايان ما تحملض وانت هوجر الروح. فكي للأسف معظم كتب التفسير غافل عليها، يعني تعديل في الناس كذا كاين الأنصار تقبل المهاجرين وخلاص. لا، هناك كلمة عظيمة في هذه الآية. لا شوت يحبون من هاجر إليهم. مع ناس الحمالة حملا ويقاذي هجرا وصن. الوقت لا يسع باش ندخل التفاصيل أكثر، اكتفي بهذا. ولكن خاتمة دين غيث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مكن في المدينة المنورة، ابن المسجد النبوي بعد بنائه المسجد قباء أول مسجد في الإسلام، وأخذ بالمهاجرين الأنصار وثقي حدث عظيم في تاريخ البشرية وفي تاريخ المسلمين. لذلك وفق عمر بن الخطاب خليفة الثاني الراشد باش ينسى يفقد ربي شور الصحابة إناس لاش من تاريخ الخدمين سلمان وإناس أسمي ديالو النبي صلى الله عليه وسلم أكن خدمنا المسيحيين الميلاد ديال عيسى. بس يمكن نخدم التاريخ الميلادي، التاريخ الميلادي يعني 2012 للميلاد هكا سميتو عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام. وإناس اسمي يموت وإناس ولكن يفقد يوم الراي يفرارد إناس عند التاريخ تاريخنا تقويمنا من الهجرة. خطر حدث عظيم باش الأمة ترتبط بالأحداث
بالمبادئ بالقيم ولا ترتبط بشيء آخر. وثاقي توفيق من الله للصحب الكرام سواسني إذا تاريخ المسلمين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من صرح علي بن أبي طالب الشاب ومن بعد عمر الخطاب أكل الصحابة وفقا وسواسني ذا التاريخ الهجري. ولكن أساقي أقلا 2 محرم شهر محرم شهر الهجري 1434. ولكن هذا المنظر سيسي الحزن أن التاريخ الهجري مجهول عند المسلمين، مجهول عند المسلمين. سيتادير لو كتخدم ظن تيست سنة أسن حسبيت كان بالشهور غاس مخالفة ما يسمى الشهور ورسميتها الأشهر الميلادية جانفي فيفري مارس أبريل ماي هكذا ديني غير الله ميدو كاستينيا إلي ثنيت التاريخ سميس التكوين الهجري لغد الأشهر القمرية لغد الهجرية في السنغال. هذا دمشتي ذو الحجة تكون جدا لغد دمشتي رمضان تصوصو من ديس أو كذا الشوال نغس الصيام الشوال بس نسمي كان الصيام الشوال. ذلك المراسلات الرسمية والتقارير ولكن معظمها بالتاريخ الميلادي دون الهجري وهذا خلل. تلقي ثورات وجه اقتداء ينسن هذا دوس كيماني أكلماني بلا استثناء خطأ. يقال شوية من الفيزياء وتقارنها من التاريخ الميلادي غير ولا مي على الأقل خدمك زي خدم الشيخ لا كل زي تحقق الشيخ النار هذيك الدايره تشغل الصبوره تاخذ بسم الله الرحمن الرحيم تاخذ الريفيس الاثنين مثلا 4 صفر 1000 وكذا الهجري وبعدين موافق لكذا لي دو دات التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي. للاسف حتى ربما بعض الهيئات والجهات التي يفترض أنها تقدر التاريخ الهجري تهملها ولا بيقوم بالإشارة يفهم. هذا خلل ربما نقدر لك كتنبيه باش ننتبه أنه أسأل كذا بالتاريخ الهجري. وأكثر من ذلك لو كان غيوان مني يصدر الثورة المباركة الجزائرية أشيني le 1er novembre 54 ولكن أسينيغ مني يصدر الثورة الجزائرية التاريخ الهجري. هذا سؤال سأجيب عنه الأسبوع القادم خاطر الدرس القادم هذه التفسير إن شاء الله هكا باش نغادي البرنامج كيف إذا قسي نحييه لا نحيي 1 نوفمبر أيوة باستطلاع الموافق كمساعدة ظرف في ظهري في شهر صفر. ولكن ساتي والجواز الاثنين أليس كذلك؟ بل مستقل الجزائر 65 جويلية 62 مارس. ولكن شو يوفق التاريخ الهجري أحداث كثيرة أما التاريخ الإسلامي أما التاريخ الجزائري إلى قد نسير على الأقل بهذه الأحداث العظمى التي نسير بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي. أحيانا نفكر بالسر والسر ونفكر بالصحة الزمالة. نسأل الله أن يوفقنا للاعتبار بهذه الدروس دروس الهجرة النبوية ونسأل الله أن نكون خير خلف لخير السلف وأن نكون ممن يحفظ ميراث النبوة وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.